المسلم على إثر هذا الملتقى الوطني اللي العنوان تاعو العنف المدرسي، أسباب العنف المدرسي في الوسط المدرسي. نحن كأولياء التلاميذ وكأساتذة في الحقيقة ضروري إعادة يعني النظر في التشريع المدرسي، وضروري يعني في إعادة المناهج اللي أصبحت كثيفة وكثيفة جدا على التلاميذ، وأصبحت تولد عنف لدى التلميذ. ولهذا أنا نشوف يعني ضروري كذلك يعني إدراج مادة التربية والبدنية والرياضية في الطور الابتدائي، حتى يعني نقدر نمتص يعني هذه الشحونات والطاقات الزائدة لدى التلاميذ. كذلك يعني احنا نشوف العنف راه يبدا يعني في المتوسط اكيد في المتوسط، لان التلميذ يعني ينتقل من سن الى سن، والسن هذاك يعني هو اللي يقدر يولد، يحسب روحه طفل كبير ويولد له يعني واحد الظاهره هي ظاهره العنف، واللي يتصرف على اساس انه كبير ويبدا يضرب ويسب ويدير. ولهذا ضروري على أستاذ التربية البدنية والرياضية احتواء هذا الأمر وامتصاص الشحونات الزائدة لدى التلاميذ يعني في حصة التربية البدنية والرياضية. الانهيار تاع الأسرة الجزائرية كي تروح المدرسة هو خوف كبير، خاطر الجامعة ما تكونش الأستاذ، والتلميذ هو صفحة بيضاء بأي قلم نكتب في هذه الصفحة البيضاء. أستاذ ليس متكون، والتلميذ بريء مرفوع له القلم. هذا هو انهيار التام بالنسبة للأسرة الجزائرية، ابتدائي متوسط وثانوي. خلل، كيف نعالجوا هذا الخلل؟ جامعة تكون طالب، ما تكونش الأستاذ. الابتدائي بيكون الابتدائي، والتلميذ يقرأ في المتوسط، يقرأ مع الأنثى، وكتنوض المعلمة تقول له أنت حمار، اسمح لي بهذه العبارة، ما يقبلهاش من معلمة، خاطر هنا راه درت له انهيار تماما. حتى مع الإنسان مع أسرته وولاده وزوجته كنت تكون قاسي ما يقبلوكش. والموضوع الهام هو اتصال، لا كوميونيكاسيون، ما كانش بين الأستاذ والتلميذ، هذه غير موجودة. خاطر التلميذ الأستاذ ما قراش لا كوميونيكاسيون، ما تحضرش، ما حضروهش بيروح يدرس في القسم، أو سواء ابتدائي ولا المتوسط ولا ثانوي. هذا هو انهيار احنا نشوفوا فيه باللي التسرب في وسط المدرسة، وكل هي المشاكل تتلم وتروح المدرسة. خاطر الأب قاعد في الدار يكونيكتي، والأم تكونيكتي في الكوزينة في زوج، والطفل قاعد في الفيسبوك، ما كانش عنده وقت توسيع في النشاط الثقافي والرياضي. كل هذا غير موجود. الطفل يقعد يقارع وانت يخرج من المدرسة بيروح ينهار. وين ينهار؟ ينهار الأب مكون الأم دايرة كونيكسيون في الكوزينة والأب واسمه. هذا هو انهيار تاع الثورة. هذا كي نعالجوا الموضوع هذا ربما نروحوا الموضوع يكون هام، نشوفوا حل إن شاء الله. وقفة رجل واحد، وعلينا أن نتكاتف من أجل التعرف على الداء ووصف الدواء. إنها ظاهرتان تنهك منظومة التربية والتعليم في الجزائر، ومن أجل هذا حضر دكاترة متخصصون وأبلوا بدلوهم وناقشوا هذه الظواهر السلبية التي تنخر في المجتمع، ووصلوا إلى أن يجب تعريف هاتان الظاهرتان، ثم عن الأسباب الجوهرية التي أدت إلى ذلك، ثم وضعوا الوصفة وهو العلاجات أو الحلول الممكنة للحد أو على الأقل توقيف هذه الظواهر التي تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه.